مرحبا جورا. مرحبا بخير واتن. تمام باش. ام دست بكن. تمام باش. نو دزانن پیشکتین انه لسوریه چه بون. ام تخازن سربه باخفن. براستی یعنی اب پیشکتین نو هاتن چه کردن. پیشکتین عسکری کچه بون. بو ما نه تشتكي انه بو ام البندي بون ومجبور يجي تدبيري خو قرت بابا نزيك الدمهان يعني ام دزانيه تشيبه ما تدبيري خو قرت بو. سنتحدث بخصوص التطورات والمستجدات العسكريه الاخيره في سوريا التي حدثت خلال الايام الماضيه والتغيرات في خرائط السيطره. طبعا لم تكن مفاجئه او جديده بالنسبه لنا، نحن نتابع هذه التطورات منذ فتره، منذ اكثر من شهرين، ولدينا جاهزون لمواجهتها. لبلي تشتكي بما نهبو او بك يعني ارتشا سوريا وهذا البندي وصل بشوازه كي نشكافا بشيء لك وصل بخز بسرعه تيكشون ودمج كرتا وصل هرمي كل سر سيطرات كل حمش كي فالابون اواجي بخارا روشك سياسي وعسكري نه لسوريا درخص. الذي كان مفاجئا بالنسبه لنا هو انهيار قوات الحكومه السوريه وتراجعها في خطوط المواجهه وسيطره المجموعات الاخرى على مساحات واسعه، وهذا سيخلق معه وضعا سياسيا وعسكريا جديدا. جبو مروشكي عاجل دركز جبو خلكي مي نهار حلب من ضمن ودركي يعني خلكي مال ودركي هي قال كرد هي كوج عفرين كوش بربون هاتبون قال مي كو دما كد كفناي لحلب جيان دكن هبون أبا جانا من كتا خطره الودر كه هزيمة محلي هنا زاروكي وخلكينا أو نودر كه قالي مرور دباراستن جبركو هي زمان تانية تري نكر ما الفر هول داك وأم قرودوري كي إنساني فكن جبوكم بيجن قالي خو وانا ببارزن. ما يهمنا في هذه الأوضاع هو حياة شعبنا المتواجدين في حلب والشهباء. طبعا هناك قوات محلية متشكلة من أبناء هذه المناطق هي التي كانت تحمي هذا الشعب. بسبب هذه التطورات كانوا بحاجة إلى دعم ومساندة. نحن في قوات سوريا الديمقراطية فتحنا ممرا، حاولنا فتح ممر آمن للوصول إلى تلك المناطق وإجلاء وإنقاذ أرواح أهلنا وشعبنا من هناك. لجبركو يعني هذه ارتشا سوريا هفالبندي بي اف هرم تفدا تركاندن باراتكي مزن چيبو هزين جروبين كو جرداي دولتها ترك ودسا هزين ديتر اف هرم او داگر كرن كتنيكي وافجي بو سبب كو اف كوريدورا كو ما چيكري بسر نكت وهزي ما قسمك جوانا بگيران به هرمه وبرويجي فالاتيك هاتا چيكرن جبوكو امكانو بنگالي خوشبال كي درخينن ما بري هفال بندي خويا قولس قوارسونا ناب نتوي ما ابكتن هبدتنان لفهاتنان ودانجا ما ويداجي بالي كاريا قوارسونا ناب نتوي ما بشكي مازنج قالي خو ترفعات شعبا ما اني في هرمه وانا جي ام هود دنكو ما يجي ام وانا بين هرمه قبله. بسبب انسحاب قوات الحكومة السورية وحلفائها من تلك المناطق تدخلت المجموعات المسلحة المرتبطة بالدولة التركية والمجموعات المسلحة الأخرى أيضا وسيطروا واحتلوا على تلك المناطق التي انسحبت منها قوات الحكومة السورية. لذلك تم إغلاق الممر الإنساني أو الكوريدور الذي قمنا بفتحه، وبعد ذلك نتيجة علاقتنا الدبلوماسية وتواصلنا مع قوات التحالف الدولي تمكنا من إجلاء أعداد كبيرة من شعبنا في تلك المناطق، وما تزال الجهود في هذا الشأن مستمرة. نزانن هال مجرى تاخن كردي الحلب مانا الودر كي هجماري كي مازن قالي مهج دسدو بنجا حزار بتر خركي قالي ما الودر كي هي انا بن خطري دانا دور بيتش دانا الودر كي جي هزين محلي هنا خركي توطا خانم حتى انا بقهرماني قالي مد باريزن حتى انا حتى في دمجي بتشفري خادنا باريزن ام دخازن بسكريكا تاخن كردي لحلب بري ديالوجي دي چرچوكي كو خركي مال ور بمينه ناسنامه خو كردي بباريزينه الوهرمه كان به اوجتي ده جي بگري ده حلب نهدا جي بگري به چرچوه ده هودان مهنه كو ام چار سركه جيرا ببينه.
بالنسبة للأحياء الكردية في مدينة حلب، شعبنا هناك وهناك أكثر من 250 ألف شخص من أبناء شعبنا الكردي متواجدين في مدينة حلب ولديهم قوات تحميهم. نحن نسعى للحفاظ على الهوية الكردية في حلب ونتواصل مع الأطراف المعنية، نرغب في حل هذه المشكلة بالطرق السياسية والدبلوماسية. بلكي وجد بيسن بدم تهديد دولتها تركي سر هرمي ما هنا بشوازك رسمي جي هنا هردكن جبو ممجد بيجن جبو هرمي ما ديتري باكر رجرات سوريد بيجن برج ما دابو خويا كرن ام دخوازن بسكريك بدولتها تكرا بري چاره سري بري ديالوج چاره سر بكن ديسا دي هريدا جي ام دزانن هزي کواليسيون روسيا او نجي بوكو تانسيون داكبه ظهري مانا تانسيون دار كيف دولة ترك هوداني وانجي هنا لبالي أمجارك ديجيت بيجن ما لبا هريمان سريدا منبج هريمي ديتر باكرو جات السوري أبدا ما أبشار صار أم تدبير خد دقرن أما ده كريمة هنا وأم قال لي خرجت بيجن لبا هريمانا وهذا ما تري دكي هذا سوريا ديمقراطيك تاكو أم وانا لهم برح حموشي وازي إيرشان بباريزين. كما تعلمون هناك تهديدات من جانب الدولة التركية ضد إقليم شمال وشرق سوريا وبشكل خاص مقاطعة منبج. طبعا القوى الدولية التحالف الدولي وكذلك روسيا يعملان على خفض التصعيد في هذه المناطق. نحن مستعدون للدفاع عن شعبنا في أي ضد أو في مواجهة أي هجوم محتمل على المنطقة. لدينا تحضيرات واستعدادات منذ 4 سنوات نحضر أنفسنا لهذه المرحلة ومستعدون لحماية شعبنا. جبر بايرشن داوي فالتكي مازن لتبعي سوريا تشيبو لبادية سوريا تشيبو لهرمين غربي وباشوري دير زوري رقة طبقات نشكرن هذا رجيم سوريا بدران كشيان وأم دزان أف فالتكي تشيبوي دستريدا داعش دادقري أنا قالك آگاهی هم دقرن كو داعش هناك جي گرتنه خباتا خورتر كريه إيرشي خورتر كرنه بس هيزن دي ترجي أو ناجي هاو ددنكو فاهري مانا بقرن لفر ما ترسك سر قالي ما تشدبه لفاهري مانا جبوك أم فاهري مانا بباريزين أم قالي خوال لفاجان يعني لفاهري مانا بباريزين لديرازوري رقة طبقة تشج داس ما هي أم دكين أم تدبيري خواجي دقرن وأم قالي خورد دبيجين قالي ميل فاهري مانا كو قرق الدر القال هيزا سوريا ديمقراطيك بتركون ببن وبهفرة تكوشين بكن جبوك أم كانوا ظاهر منا بالشوازك خرط بباريزين. بسبب التطورات الأخيرة هناك نشاط متزايد لمرتزقة داعش في مناطق البادية وجنوب وغرب دير الزور وأرياف الرقة وفي عموم هذه المنطقة هناك تحركات لمرتزقة داعش سيطروا على بعض المناطق في الآونة الأخيرة ونحن نعمل مع الحلفاء والأصدقاء لمواجهة هذه التحديات ومستعدون لحماية شعبنا ونناشد شعبنا في هذه المناطق ليقدموا الدعم والمساندة لقوات سوريا الديمقراطية لنحمي معا مكتسبات شعبنا. هل بات الهمبر يعني زيد ابونا خطر داعش وده جروب الدين تندراو ودسة خبطة ما بإذن نبنا تويرة بقوارسونا نبنا تويرة بيدها خورتر بي وأما في دمج حرد المكي ده بيتر بهبرة بيتكشيني بدل مشاندن. نحن ننسق مع قوات التحالف الدولي لمواجهة خطر داعش المتزايد في المنطقة وفي هذه الظروف رفعنا مستوى التنسيق أو تم رفع مستوى التنسيق لأعلى المستويات والكفاح ضد داعش مستمر. أما قال خب باريزين هري ما بكرو رجال سوريا ما بجبر دا خورتر أما بباريزين ليه أبدا زنا روشة كنا لسوريا شابو روشة عسكري نها روشة سياسي نها أفش كاتين الدعوة ده خويا كرنكو بيوستي بچارة سريك سياسي ہے ام ده هزا سوريا ديمقراطيك تا بچارة سريك سياسي رانا بديالوغا سياسي رانا ودسا بيك آنين قرار ناب دولتي در حق سوريا ده سري ده قرار بستو ده 54 ام ويرانا و ام ده زانن جبركو ده بيواجه بريدا 10 سال بهرتي بريدا نونرين باكوري رجالات سوريا جبركو ننف هفتنا دابون هفتني سياسي للسوريا بون جبروا هفتن بسر نكتن أنا هاجبونا كوفا هفتن بسر كيفن شراسيري سياسي جبو سوريا شبابه أم حاضرن
وكي نوناري باكروجات سوري ام جي تيدا جي بجرن وام بيوستا تيدا جي بجرن جبوكو شار سريكي سياسي لتباي سوري بيش بكر. هذه المتغيرات خلقت وضعا سياسيا وعسكريا جديدا في سوريا. نحن في قوات سوريا الديمقراطية دائما أكدنا أننا مستعدون للحوار مع جميع الأطراف لحل الأزمة السورية وفق المقررات الدولية، وخاصة القرار الأممي 2254 وجميع القرارات الدولية بخصوص سوريا. نحن نعتقد بأن المحاولات السابقة لحل الأزمة السورية قد فشلت، لأنه تم استبعاد ممثلي إقليم شمال وشرق سوريا من الحل، ونحن نؤكد ونقول بأنه يجب أن يكون لشعبنا ممثلون في الحل السياسي في المرحلة المقبلة، ومستعدون للحوار والتواصل مع جميع الأطراف في هذا الشأن.